بوحدة من المدارس بأوروبا هذا المدير تزوج أخت الحارس، وباعتباره أبو نسب كان داير باله عليه، فلما كان مدرس يغيب عن الدرس كان يجيب الحارس ويخليه يسد الشاغر، واستمر الوضع على هالحال وما حد يسأل شنو الإشكال. المدير عين الحارس مدرس بالمدرسة، ومشت الأيام ومدير المدرسة صار مدير عام، وطبعا أبو نسب يتدلل صار هو مدير المدرسة الجديد، ودارت الأيام ونسيب الحارس صار وزير. طبعا أبو نسب يتدلل خلاه يصير مدير عام، مكتب فخم وسيارات والحياة حلوة، يستاهل أبو نسب. وبيوم من الأيام وهو دا يقلب بالجريدة قرأ خبر الوزير يقرر يشكل لجان للنظر بشهادات العاملين والاطلاع على مستوياتهم العلمية. صاحبنا وقع قلبه لأن هو حارس مدرسة وما عنده شهادة، واللجنة جاية يعني انتهت بعد. أول شغلة جت بباله راح وخابر الوزير وقال له استاذي أبو نسب أنت تعرف وضعي شنو؟ سالفة اللجان أنا كل شي ماكو ترى. قام يضحك الوزير وقال له لا تخاف يا سيادة المدير، أنا خليتك رئيس لهاي اللجنة.